خلصنا النص الاولاني من رمضان بمسلسلاته وحالته محتاله، واتفرجنا على شويه مسلسلات لطيفه. يزيد اهلا وسهلا في قصه ولا مناظر. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ احنا ابتدينا بمسلسل اشغال شقه بطوله هشام ماجد واسماء جلال، وكان المسلسل يعتبر من المسلسلات اللي تقريبا ما حصلتش بالنسبه لي. الدراما المصريه بصفه عامه ليها اسلوب مسرحي شويه، حتى في التصوير تلاقيه اسلوب اوفر شويه. عارف اللي هو ايه؟ تلاقي مثلا اتنين ممثلين واقفين قصاد بعض، فجاه ده يلف تمام وده وراه والاتنين باصين للكاميرا وقاعدين يتكلموا، ما تفهمش ليه، مسرحيه شويه. في نفس الوقت ساعات بيكونوا واقفين جنب بعض عشان الكادر بالديكور بالكلام ده كله يبقى باين. الحته الدراماتيكيه دي شويه هو ده الاسلوب المسرحي. حتى اسلوب الكتابه تلاقيه برضو نفس الموضوع، اداء مسرحي اللي هو واحد بيتكلم والتاني مستني يبص كده وبعد كده يتكلم، ما تفهمش يعني مش وراهم حاجه. في اشغال شقه الكتابه بتاعته كانت كتابه مختلفه وبعيده عن الدراما المسرحيه. لو تاخد بالك سرعه الحوار بين هشام ماجد ومصطفى غريب كانت سريعه جدا ورتمها سريع، تحس ان هي واقعيه جدا. كل واحد بقى مستني ان هو يبين الفيس اكسبريشنز بتاعته وبعد كده يمثل، لا كله في لحظتها بسرعه. في نفس الوقت العلاقه او الحوار العاطفي الرومانسي بين اسماء جلال وهشام ماجد السطور بتاعته سطور واقعيه جدا، يعني عشان الرومانسيه فجاه قال لك ملعون ابو الامل اللي يفرق بينا. موضوع نقله تانية خالص في كتابه الدراما. حتى فكره الديكور اللي الناس دايما بتركز عليه في الاخراج، الديكور والعفش نفسه هو استغله في الورق وعمل بيه حلقتين في غايه الكوميديا. ضيوف الشرف اللي عملوا حلقتين بالكتير من غير اي نوع من انواع الافواره خالص، عملوا على حسب الشخصيه اللي انا اتعلق بيهم بشكل عجيب جدا وبقوا ترندات. حركه ام صابرين دي هتفضل خالده للابد. لفاطمه انزلبو ده بالنسبه لنا حلم، وقيس على كده كتير. كتابه تفاصيل الشخصيات خلانا نتعلق بيهم اكتر. وكانت الشخصيه اللي بالنسبه لي شخصيه عبقريه جدا هي شخصيه محمد محمود. كان دكتور بيتعامل بمنتهى الجديه جدا، ما بيعملش اي حاجه كوميديه. هي الكلاشيه نفسه ان هو كل يوم تخصص مختلف. كان الموضوع موضوع عجيب وكوميدي جدا من غير ما محمد محمود يعمل اي افيه او اي حركه. وده كان بالنسبه لي من المسلسلات القويه، مش على مستوى رمضان بس لكن على مستوى المسلسلات الكوميديه بشكل عام. من المسلسلات اللي انا اتفرجت عليها وكانت قويه هي مسلسل لحظه غضب، المسلسل بطوله صبا مبارك ومحمد شاهين، طبعا ضيف الشرف محمد فراج. والمسلسل تقريبا النسخه الدراميه من الفيلم الكوميدي الجريمه الضاحكه. هو مختلف عن افلام الجريمه او افلام الغموض. في افلام الجريمه الافلام البوليسيه انت بيكون عندك ضحيه وبعد كده بتحاول تعرف في الاخر خالص مين القاتل، لكن المسلسل ده برؤيه القاتل نفسه اللي انت بتبقى عارفه من الاول، وبيقابل عقبات كتير جدا عشان يحاول يهرب من العقاب. المسلسل يعتبر من المسلسلات المشوقه جدا من اول حلقه. المسلسل ده مقسوم نصين، النص الاولاني بيتكلم عن جريمه صبا مبارك ومحمد شاهين اخو الضحيه اللي بيشك فيها، في نفس الوقت صديقتها وجارها اللي كان بيبتزها عشان شاف الجريمه. فالجزء ده كله تقريبا جزء متكامل. لكن النص التاني اللي هو عباره عن اخت الضحيه اللي هي ساره عبد الرحمن وخالته اللي هي صفوه وحسن ابو الروس اللي معرفش هو لازمته ايه اساسا في المسلسل. النص ده اكتريا بيتكلم عن خزعبلات وخرافات مندل والجن والعفاريت وقرايه الكف وقرايه الفنجان. الجزء ده كله مالوش اي لازمه خالص في المسلسل. لو كانت شلب المسلسل بالشخصيات بتاعته كله ما كانش هيأثر على قوة النص الأولاني من المسلسل. النص ده هو اللي أضعف المسلسل جدا، وكان باين جدا إن هو حشو على الفاضي، لدرجة إن في مشاهد كتير جدا خصوصا بين سارة عبد الرحمن وحسن أبو الروس كنت بجريها. على قد ما المسلسل عجبني جدا على قد ما النص بتاعه ده هو اللي كان فعلا مضايقني جدا. مسلسل كامل العدد كان من المسلسلات برضو اللي كنا منتظرينها، هو كان من المسلسلات اللطيفة والعائلية، لكن كان في فرق كبير قوي بين الجزء الأول والتاني. الجزء الأولاني كان في صراع كبير جدا بين الأطفال وبعضهم. المشاكل الرئيسية مشاكل داخلية داخل المنزل، لكن الجزء التاني انت بتتكلم على مشاكل خارج المنزل، وتقريبا الأطفال كلهم بقوا خلاص متفقين مع بعض. فانت بتقابل مشاكل اجتماعية في الجزء التاني اكتر من مشاكل طفولية فيها مشاكسة، وده اللي كان مخلي الجزء الاولاني جزء اقوى بكتير. مش هقول ان الجزء التاني وحش، بالنسبة لي طبعا الجزء الاولاني احلى بكتير. اتفرجت سريعا على مسلسل على نسبة مشاهدة، بالنسبة لي
بطل المسلسل هو القصة اللي مأخوذ عن أحداث حقيقية. المسلسل بيتكلم عن أزمة السوشيال ميديا وأزمة تيك توك، وإزاي في بعض الجهات بتتعامل مع البنات وبتستغلهم عشان يعملوا فيديوهات مخلة، كل ده من أجل الشهرة والمال. فطبعا القصة مش غريبة علينا كلنا، وقابلنا حوادث وقواضي كتير جدا خاصة بهذا النوع. فطبعا بلا شك ان بطل العمل هو القصه، لكن انا بالنسبه لي اختيار الكاست كله كان اختيار تقريبا غير موفق بالمره. بعيدا عن الابطال، خلينا في نجوم الصف الثاني. العاده ان المفروض نجوم الصف الثاني دول يكونوا ادائهم قوي ومكمل للابطال. النجوم سواء محمد محمود او انتصار وباقي النجوم ادائهم كان اعلى بكتير من اداء النجوم. ادائهم من الاخر اقوى بكتير من اداء سلمى أبو ضيف وليلى زاهر. بالعكس، يمكن الاداء القوي للممثلين بين قد ايه ان اداء سلمى أبو ضيف وليلى زاهر اداء ضعيف. يعني اللكنه اللي كانت مستخدماها سلمى أبو ضيف كانت لكنه مبالغ فيها، وهي الوحيده تقريبا من اخواتها اللي كانت بتستخدم اللكنه دي. كانت بتحاول تبقى شعبيه، وهي باين جدا ان هي الموضوع مصطنع. حين ان اختها الكبيره للاسف لا مش متذكر اسمها كان ادائها طبيعي اكتر، وفي نفس الوقت كان شعبي جدا. ونفس الموضوع بالنسبه لليلى زاهر. ليلى زاهر تحس ان هي من البنات اللي بتعمل حركات قدام كاميرا التيك توك، لكن لما تسيب الموبايل برضه تحس ان هو نفس الاداء التمثيلي، اداء تقريبا مصطنع. حزن والدموع انت ممكن تكون متاثر من الحدث نفسه، لكن مش متاثر بالاداء التمثيلي. ما اقدرش اقول المسلسل وحش، لان المسلسل قوي وفي نفس الوقت فيه عظه قويه جدا وخطر بيواجهنا حتى الان، ومن المسلسلات اللي لازم كل الناس تتفرج عليها. على المستوى الفني هو بالنسبه لي ما كانش اقوى حاجه. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟